شيء في السياسة. فقناة الجزيرة معروفة قناة كاذبة، قناة غير أخلاقية، قناة تبث الفتن والكذب وتقوم بتضخيم القوة العسكرية لحماس إذا تبقى لديها قوة عسكرية، وأنا متأكد أن قوتها العسكرية سقطت. لم يتبقى في قطاع غزة أي قوة عسكرية، ونقول للدويري أنت شخص كاذب. إسرائيل احتلت قطاع غزة بساعات قليلة، ساعات قليلة احتلت كامل قطاع غزة. معبر رفح لم يأخذ عند الجيش الإسرائيلي 3 ساعات، محور فيلادلفيا لم يأخذ معهم إلا 10 ساعات. ونقول للجزيرة اتقوا الله في أنفسكم، اتقوا الله. أنتم تكذبون. أنتم تحاولون بث الأكاذيب وتضخيم غزة كأنها قوة عظمى لتبرير وإعطاء ذريعة للاحتلال لضرب ونسف قطاع غزة. أنتم يا قناة الجزيرة شركاء في الجريمة وشركاء مع الاحتلال في الجريمة، لأنكم تضخمون غزة كأنها دولة عظمى وكأنها الجلاد وغزة لا حول لها ولا قوة. هنا غزة جميع أبناء قطاع غزة جميعهم باستثناء المستفيدين، وهم قلة قليلة ضد حماس وضد حكومة حماس، ويتمنون زوال حماس بكل صراحة، يتمنون زوال حماس في أقرب وقت. وأنا كابن غزة ونازح أتمنى من الله أن تنتهي حكم حماس، هذا الحكم الظالم، وفي نفس الوقت أتمنى زوال وتدمير قناة الجزيرة، لأنها القناة التي تعطي الاحتلال الذريعة لضرب قطاع غزة.